ازاي ابقى ست راقية وايه الفرق بين الست الراقية والست العادية؟ زمان وانا صغيرة كنت بفتكر ان الست الراقية دي هي ست الغنية قوي اللي عندها اشيك ملابس في الدنيا، اللي عندها عربية اخر موديل، اللي لابسة مجوهرات، اللي حتى بارفانات، اللي عارفين انتوا الشكل ده اللي جه في دماغي. هو اللي جه في دماغكم دلوقتي. لكن الست الراقية بجد دلوقتي مش بالفلوس ولا بالماركات ولا بالهدوم اللي بتبقى لابساها هي بكام ولا شارياها منين. الست الراقية دي لو دخلت مكان من غير ما تعمل فيه أي مجهود بتلاقوا كل الناس أخدة بالها منها، الكل حاسس بيها عشان عندها حضور كده وكاريزما وهدوء من عادات صغيرة هي بتعملها مش موجودة عند أي حد تاني. أول سر في أسرار الست الراقية إنها تكون عندها ثقة بالنفس من غير غرور. الست الراقية مش بتثبت نفسها بالكلام، لكن بتبان في مشيتها، في نظرتها، في هدوءها. بتبقى عارفة قيمتها من غير ما تقلل من حد ولا تبين إنها أحسن من حد. على طول تلاقوا أسلوب كلامها راقي، مفيش حاجة أرقى من صوت هادي وكلام مهذب. حتى لو متضايقة بتعرف تقول اللي جواها من غير ما تجرح ولا تهين، وده بيخلي كل الناس تحترمها. تالت حاجة أو تالت سر وهو مظهرها. الموضوع مش أغلى هدوم ولا شنطة ماركة، لأ، بس لبس نظيف، ألوان راكبة على بعضها، شعر متظبط، ريحة حلوة وخفيفة. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتعمل فرق كبير. حتى لو انتي نازلة تجيبي حاجة من تحت بيتكم، ما ينفعش تلبسي الإسدال وتنزلي تجيبيها وتطلعي. ما ينفعش ان انتي تلبسي اي حاجة ألوان على بعضها كده، هدوم مش مكوية، هدوم مش لايقة على بعضها، وتنزلي علشان انتي نازلة تحت البيت بس وتطلعي. رايحة تجيبي أولادك من المدرسة فالمدرسة جنب البيت، فهتلبسي أي حاجة عندك وتنزلي على طول. ما ينفعش تبقي نازله مثلا مش مظبطه شعرك. مش هقولك شعرك بقى تعمليه بالسشوار وبالبابليس وبالحاجات دي، حتى لو كان كيرلي عادي خالص. اهم حاجه يكون ريحته نظيفه، يكون شكله متظبط، شكله نظيف، ما يطلعش منك اي ريحه وحشه. يكون الريحه بتاعتك حتى لو حتى برفان يكون خفيف مش تقيل يضايق الناس اللي حواليكي. مش هقولك مهتمية بضوافرك مطولاها ومركبة أظافر أو حتى مانيكير، يكفي بس إن انت تكوني عاملة لها تنظيف، يكون الجلد الزايد حوالين ضوافرك ده متشال. مرطبة إيدك بكريم بحيث إن يكون شكلها نقي كده ونظيف. إن أي حد تقربي منه ما يبقاش قرفان منك أو قرفان من ريحتك. لا لا، انت لابسة هدوم كويسة، هدوم شيك، هدوم مكوية، هدوم نظيفة لايقة على بعضها. الطرحة بتاعتك نظيفة، مش باين فيها قطعة دبوس ولا بقعة زيت من شعرك ولا أي بقعة من برفيوم أنت حاطاه. لا، كل الحاجات تكون هادية ونظيفة وريحتها كويسة. هو ده المقصود من المظهر بتاعك. مش المظهر ان انت تبقي لابسة اغلى الماركات او لابسة شنطة غالية او لابسة في رجلك حذاء غالي جدا، او تروحي تقولي للناس انتوا عارفين انا جايبة ده بكام ولا ده جايبة ده منين. مش ده الرقي. الرقي ان انت تبقي هادية في طبعك، تكون مظهرك كويس، يكون مظهرك نظيف، ريحتك كويسة، تعرفي تتعاملي مع الناس اللي حواليكي. رابع سر هو الرقي في التعامل. الست الراقية بتتعامل مع الكبير والصغير باحترام، مش بتفرق بين غني وفقير. رقيها مش بيختار هي بتتكلم مع مين. يعني هي لو واقفة تشتري حاجة من محل هتتعامل زي ما تكون بتشتري حاجة من أكبر مول في أحسن منطقة. اللي بتتعامل هنا زي اللي بتتعامل هنا. بتعامل حد غني زي ما بتعامل حد فقير، بتتعامل بأدب وبذوق مع الكل. خامس سر هو التحكم في المشاعر. بتعرف امتى بتتكلم وامتى تسكت، مش بتنفعل بسرعة ولا بتدخل في جدال ملهوش لازمة. عندها رزانة وهدوء بيخلوها مميزة. سادس سر وهو الخصوصية. الست الراقية مش بتفضح حياتها لكل الناس، مش كل مشكلة تحطها على الفيسبوك ولا كل فرحة تصورها للناس. عندها حدود وحياتها خاصة بيها لوحدها. الثقافة والوعي. تحب تقرا، بتحب تتعلم، بتحب توسع مداركها. مش مجرد شكل، لا، هي شخصية كاملة عندها عقل وأفكار. الكلمة الطيبة. بتعرف تقول كلمة حلوة من قلبها، بترفع من معنويات اللي حواليها، وده بيخلي الكل يرتاح في الكلام معاها. عندها رقي داخلي. أهم حاجة قلبها، مش حقودة، مش غيورة، مش بتحب الشر لحد. نقاء قلبها بيبان في عينيها وفي ابتسامتها. ما بتحبش تقارن بينها وبين أي حد تاني. عندها كده عزة نفس وثقة مش موجودة عند أي حد تاني. بتعرف قيمتها كويس جدا، مش بتجري ورا أي حد يثبت لها إنها حلوة أو مهمة. عارفة إن هي كده فعلا، وده بيديها قوة مش طبيعية.
الست الراقية مش عشان تبين نفسها راقية تقعد تتكلم على دي او على دي. مش في كل قعداتها مع اصحابها بيتكلموا على الناس. دي جارتي الفلانية كانت لابسة كذا وهي رايحة المكان الفلاني. لا، ده انا شفت الست دي كانت لابسة هدوم وحشة قوي، هدومي احسن منها. ده انا شفتها بتشتري من مكان مش ماركة، مش بتشتري هدومها من اغلى الحتت اللي انا بشتري منها. مش هو ده الرقي. الرقي انك ما تقارنيش بينك وبين حد تاني. الرقي انك ما تتكلميش اصلا على حد تاني. الرقي انك تخليكي انت في حياتك وملكيش دعوة بحياة اي حد تاني. الرقي يا بنات مش بيتشرى، الرقي عادة وسلوك، وكل واحدة فينا تقدر تبدأ تغير من نفسها بخطوات صغيرة. اختاري انت بنفسك، حابة تكوني ست عادية ولا ست راقية تخلي كل اللي حواليها يحسوا بجمالها الداخلي والخارجي. أشوفكم في الحلقة الجاية.